ديليت فلاش. المشكلة دي ممكن تقع فيها سواء عن قصد أو عن غير قصد. لو عملت أمر ديليت فلاش وبعد دي عملت ريلود هتلاقي نفسك هنا. ده الروم 1 أو اللي تقدر تقول عليه الداس بتاع الراوتر. ليه استخدامات كتير وتقدر تدخل عليه في أي وقت، بس يوم ما يطلع لك كده لوحده تعرف على طول إن الراوتر بتاعك دلوقتي من غير سيستم. وخلوا بالكم إن مش معناه أبدا إن الراوتر دلوقتي من غير configuration. ممكن الأوامر تكون لسه موجودة بس مفيش سيستم. في طريقتين أقدر أرجع بيهم سيستم الراوتر تاني. الأولى اسمها الإكس مودم، ودي بتكون عن طريق الكونسول أو الدايركت أكسس، والتانية من خلال الشبكة عن طريق TFTP سيرفر، ودي اللي هكلمكم عنها النهاردة. طبعا طالما عن طريق الشبكة يبقى لازم يكون في معلومات وبيانات متاحة على الراوتر عشان يقدر يتواصل مع السيرفر ويسحب من عليه السيستم اللي انت هتقوله عليه. البيانات دي زي الاي بي ادرس، ماسك، جيت واي، اي بي سيرفر نفسه، اسم السيستم اللي هو هياخده. ممكن النهارده ازاي تدخلوا البيانات دي عن طريق الروم 1، وازاي تخلوا الراوتر يسحب البيانات اللي هو عايزها من ال TFTP سيرفر، وازاي توصلوا اصلا الراوتر بال TFTP سيرفر علشان يقدر يتواصل معاه وياخد منه السيستم اللي انت هتقوله عليه. زي ما انتوا شايفين الراوتر بتاعي انا عملت له ديليت فلاش وعملت له ريلود فوصل للمرحله بتاعه الروم 1، وحاليا انا مهما عملت له ريستارت هبقى في نفس المرحله دي. الشبكه بتاعتي حاليا ان انا عندي الراوتر واصل كونسول في جهاز معين، وده اللي انتوا كنتوا شايفينه معايا دلوقتي، وواصل مباشرة في ال TFTP سيرفر. يعني أنا فصلت الراوتر من الشبكة الأساسية ووصلته بشكل مباشر في ال TFTP سيرفر. يعني ال TFTP سيرفر مش بيبقى جزء من الشبكة، لأ، ال TFTP سيرفر بيبقى واصل بشكل مباشر في الراوتر. المفروض إن أنا هبتدي أدخل للراوتر البيانات اللي هي هتخليه يقدر يسحب السيستم من على ال TFTP سيرفر. إيه البيانات دي بالظبط؟ هتلاحظوا هنا إن المفروض بدخل IP address بتاع الراوتر، هدخل السبنت ماسك بتاع الراوتر، والجيت واي اللي هو هيكون ال TFTP سيرفر شخصيا. وملاحظين إن لازم ال TFTP سيرفر والراوتر يبقوا من نفس الشبكة أساسي لأنهم واصلين في بعض بشكل مباشر. وبعدين ال TFTP سيرفر برضو أدخل ال IP بتاعه مباشرة، يعني مرة هدخله كجيت واي ومرة هدخله ك IP سيرفر شخصي. وكمان هدخل اسم الفايل اللي موجود على السيرفر اللي الراوتر المفروض هيسحبه، اسم الفايل بتاع السيستم. الأوامر دي مش بناخدهم مرة واحدة كده كوبي بيست على الراوتر، لا، بنبتدي ناخدهم أمر أمر. فده اللي هيحصل دلوقتي، هنبتدي ناخد الأوامر بتاعة الراوتر كوبي بيست من خلال الكونسول. يعني طبيعي إن أنا داخلة كونسول. كده احنا تمام، دخلنا كل البيانات للراوتر اللي هو هيحتاجها. بعد كده تيجي اهم خطوة وهي امر TFTP داونلود. خدوا بالكم قوي من السبيلنج بتاع الامر علشان ينفذه بسهولة. بعد كده هيدي لك warning يقول لك خد بالك ان الاوامر دي ما بتستخدمهاش غير في الديزاستر ريكفري بس، وبيأكد عليك المعلومات اللي انت المفروض هتدخلها، وبيقول لك هل انت عايز تستمر ولا لا. طبعا هنقول له يس. هيبدأ دلوقتي يسحب السيستم من ال TFTP سيرفر زي ما انتوا شايفين. فبكده تبقى انت قدرت تسترجع السيستم للراوتر من اول وجديد. بس خد بالك ان البورت بتاع الراوتر هيكون مقفول، كل البورتات بتاعه الراوتر هتكون في حالة شات داون بعد ما ينتهي من نقل السيستم، فلازم ترجع تعمل له نو شات. كده هو تمام، نقول له بس ريست وانتر. زي ما انتوا شايفين العملية تمت بنجاح، لان هو دلوقتي بيقول لك الامر بتاع او الجملة بتاعت self decompressing the image، يعني هو فعلا دلوقتي عنده image او عنده system وبيبتدي يفك الضغط بتاعه ودخل بشكل طبيعي جدا على الراوتر بتاعك. لو انت دلوقتي قلت له show run عشان تشوف الاوامر اللي موجودة على الراوتر، هتلاحظ انه دلوقتي موجود كل الاي بيات وكل حاجه وكل الكونفيجريشن القديم موجود، بس البورت بتاعك بيكون مقفول. فلازم تدخل على البورتات بتاعتك وتعمل لها نو شوت ايا كانوا بقى عددهم، لان كلهم هيكونوا مقفولين بعد عمليه السيستم ريكفري. بس كده يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم، وتابعوا الصفحه هتلاقوا عليها دلوقتي الخصم بتاع رمضان. وشكرا ليكم وجود لك.